هتمرن كام يوم في شهر رمضان؟ دلوقتي بالنسبة للناس المحترفة أو الناس المتقدمة هي عارفة النظام التمرين بتاعها. احنا بنتكلم دلوقتي على الناس اللي لسه مبتدئة أو الناس المتوسطة في التمرين. بالنسبة لفترة شهر رمضان حاول اللي انت تخليها فترة سلسة. ازاي؟ بمعنى ازاي؟ اللي انت تحاول اللي انت تحافظ على اللي انت اكتسبته قبل كده. ازاي تحافظ على اللي انت اكتسبته قبل كده؟ الكتلة العضلية اللي موجودة عندك حاول اللي انت تحافظ عليها من غير ما تضخمها ومن غير ما تفقدها. ازاي؟ اللي انت بتتمرن 3 ايام في الاسبوع، 4 ايام في الاسبوع، مش تمرين مجهد ليك. اللي انت تحاول اللي انت تختار التمارين بتاعتك اللي انت تحافظ بيها على نسبة الكتلة العضلية اللي موجودة عندك. واهم هدف في شهر رمضان من الناحية الرياضية اللي انت ما تكتسبش دهون. ما تكتسبش دهون ازاي؟ طبعا اللي انت ما بتاكلش كتير، تحاول تحافظ على سعراتك الحرارية بتاعتك تبقى كويسة ومظبوطة، زائد اللي انت تشرب مية كتير من فترة الافطار لغاية فترة السحور، زائد عدم الحلويات. انا عارف اللي هي صعب موضوع عدم الحلويات في شهر رمضان، بس نحاول بلاش بسبوسة كده او كنافة كده، نحاول نخليها قطع صغيرة. كل سنة وانت طيب.